السلام عليكم. اليوم إن شاء الله هذا أول فيديو ليا معاكم. رايحة نتقاسم معاكم وصفة الصابلي باللوز. يعني رانا قريب على عيد الأضحى، نحضروا هاد لي صابلي يجو بنان، يعني ساهلين وفيهم كمية كبيرة. وإن شاء الله نطلب منكم يعني تدعموني باش تكبر العائلة تاعنا، وهاد الوصفات تاعي ينالوا إعجابكم. هنايا بديت بسم الله، جبت 500 غرام تاع مارغرين، درتهم هنايا في هذا الطاس هذا. ضفت لهم كاس غير ربع تاع الزيت، نضيف 250 غرام تاع سكر كلاص، ونجيب ان بغا ميكسور ونخلط الخليط هذاك. هاد الصابلي راح نضيفوا له واللوز في العجينه. كما نقدروا نديروا الكاوكاو، يعني لنا الاختيار واش نقدروا. هنايا ها هو هذاك الخليط بعد ما خلطته مليح، نضيف قرصه تاع ملح، نضيف 2 حبات تاع البيض و2 صفار، ونحتفظ بهذاك البياض. يعني ولا حبيتي ديري كميه صغيره تقسمي يعني العبار تاع هاد الصابلي، يعني نديري 250 غرام تاع مارغرين مع 125 غرام تاع سكر، حبه بيض وصفار تاع حبه. هنايا عندي كاس تاع اللوز كنت حمصته ورحيته، يعني نديروه محمص حتى ولو الكاوكاو يمد لنا بنا بزاف بنينه، ما نديروش هكاك مش راح يعطينا ذوق بنين. هكذا نبدا نخلط، بقى نخلط هذاك في هذاك الخليط. وهنايا نجيب الدقيق الابيض فرينه، هنايا عندي كيلو تاع فرينه، نضيف باكي تاع لا ليفور خمرة الحلويات، هكذا نغربل هذيك الفرينه ونبدا نضيف بشويه. ان شاء الله نلقى من عندكم الدعم وتكبر العائله تاعنا، ونقدم لكم وصفات تدابير راح تستفادوا منهم. هكذا نبقى نزيد في هذيك الفرينه. كي نكمل هكذا نطمعها كامل هذيك الفرينه مع هذاك الخليط، نضيف 100 غرام نتاع مايزينا في الاخر. وهنايا كنت زدت ضفت 2 مغارف تاع فرينه. هكذا يعني غير بالاصابع نلموها. يعني هذا الصابلي يجي مرمل، يعني صابلي تاع زمان. وكما ذكرت نقدروا نديروه بالكاوكاو، كاوكاو محمص ثاني راح يمد بنا بزاف بنين. هذيك لا مايزينا اللي كنت نسيتها، عفوا ما نسيتهاش، قلت لكم في الاخر نضيفوها. هكذا بعد ما جمعتها نجيب الساشي ونديرها، شوفوا القوام تاعها، نحطها في الساشي ونبدا نحل بشويه.
هكذا جبت هكذا ساشي وندير من الفوق. كيما تقدري تحلي هكذاك ديراكتومون سوغ البلون طرافاي باش حتلصق. انا في الاول هكذا يعني تكون فكره، بعدا حنحلها هكذاك فوق البلون طرافاي. هكذا ونجيبو الاشكال. انا درت في الاول شكل نجمه، درت شكل تاع الورده، ودرت هذاك الطبع تاع اللي يجي كاغي تاع الصابلي، وانتم لكم الاختيار. ايوا الشكل تاع الورده هكذا نكمل كامل الكميه. بعد ما تبقى لنا هذيك العجينه اللي تبقى لنا نشدوها نطموها هكذا، ما حين مش حنستعملوها نخلوها هكذا بتجي نخلوها ترتاح، ونجيبوا عجينه من يعني من الاولى اللي دينا منها، ومن بعد نستعملوها خلوها تزيد ترتاح. ما ننساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هكذا هنايا جبت شويه اللوز تاع ايفيلي هكذا نكسرو هكذا بالاصابع، نديروش هكذاك. وهذاك لو بلون تاع البيض هكذا بالبانسو ندير شويه. كيما تقدري ديري لوز ترحيه يعني شويه خشين وديريه، ولا كاوكاو. هذا الشكل. يعني حلوة جافة، يعني ما تجيش حلوة بزاف. نوجدوها لعيد الأضحى إن شاء الله كفكرة. كيما ذكرت تقدري ديريها بالكاوكاو، صدقوني تجي بزاف بنينة بالكاوكاو. ها هما هنايا بعد ما طابو حبيتي تخليهم بيوضة، حبيتي هكذا تحمريهم. نجيب المعجون تاع المشماش، هادو لي كاغير ندير لهم معجون تاع المشماش هكذا، وهادو الوريدات، وهادوك على شكل نجمه كنت درت لهم معجون تاع الفراوله تاع لافريز، مربى الفراوله. هادوك درت لهم يعني هاد مربى هذا كنت وجدته في البيت. لي تارتين هكذا لي صابلي لي تارت، كيما تقدري تضيفي سكر كلاص من الفوق تزينيهم. انا خليتهم هكذاك باش ما يجوش حلوين بزاف. ها هما هنايا بعد ما كملتهم حطيتهم في طبق تقديم. شوفوا هادوك شكل النجمه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، تجربوها، والى فيديو قادم.